سنه وشيعه، تقاتلنا تذابحنا، الشيعه كتلوا من السنه، السنه كتلوا من الشيعه، طلعوا بعفو، كل الدول صايره، بس ليش فقرات تشمل العفو عن سراق المال العام؟ ها يعني القتله والذباحين والخاضوا بالدم العراقي والخونه والجواسيه استعفوا عنهم، بس انت اشكالك ويا سراق المال العام والحراميه؟ باعتبار اللي مسجونين حاليا سامكو وبابلو اسكوبار. اشوف انت من المسجونين لو بوقت مسجل مال سياره، لو بايق له قنينه غاز، لو ماخذ له رصيده بالعشره. البرلمان العراقي صوت على إخراج نور زهير. أنه نور زهير مشمول وأمثاله. هذا القانون يشمل نور زهير. نور زهير ممكن يطلع بهذا العفو. وي دي الله هسه هي بقت على نور زهير. اشو قبلها شملوا علي ورعد سليمان اللي كان يطلع يقول بالطلاق اذا فاتوا الحشد لا نذبحهم. اضافه له بالخبزه خميس الخنجر اللي هم كان يطلع يقول لا وجود لشيء اسمه الجيش العراقي، وهسه زعيم وجوا ايده نواب ويحدد مصير منصب اعلى سلطه تشريعيه بالبلد. وي وطبعا بينما كل اللي سواه نور زهير باق، شو معنى ما يطلع؟ ما يطلع اذا ما يدفع المبلغ. شفتوا؟ يعني سارق المال العام اهون 1000 مره من اللي كان يسمي داعش ثوار العشائر او عنده ارتباطات دوليه. ايش فيك علي كابتن؟ احس انك قاعد تقصدني. لا ابدا، بس انا قصدي السارق والحرامي يقدر يندمج بالمجتمع ويصير انسان محترم، شرط يرجع الفلوس اللي باق. انت برايك المبلغ اللي ادين به نور زهير يقدر يرجعه؟ يعني هيك ببساطه يقدر يرجعه؟ بصراحه انا اشك، لان الفلوس اللي باقها نور زهير 3/4 هذا على القنوات الفضائيه مثل قناه الشرقيه. البرنامج الذي بثته الشرقيه نعم مع نور زهير، تعرف ايش قد دافعين لهم؟ 8 مليون دولار. الى عاش تريد؟ سعد البزاز يقبل مليون مليونين مثل غيره؟ سرمد الخنجر 3 مليون. وين 8 مال البزاز يصير 11 مليون. أحمد من طلال 3 مليون. اقول طلع يفرفح ويقول بس ليش فقرات تشمل العفو عن سراق المال العام؟ لان اول ما يرجع نور زهير يفتر عليهم ويقول لكل واحد بيهم قوم هات الفلوس من مطرح ما انت مخبيها يا روح امك.